مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع متواجدة حاليا في حادث غرق 19 شخص في منطقة الكينج ماريوت، وتحديدا من بحيرة الكينج ماريوت. حاليا قوات الإنقاذ تقوم بالبحث عن الجثامين. زي ما احنا شايفين أهالي وذوي الضحايا متواجدين بكثافة في منطقة الكينج ماريوت. يعني الحقيقة حالة من الحزن تنتاب كافة الأهالي حاليا في الكينج ماريوت. زي ما احنا شايفين قوات الإنقاذ النهري وقوات الشرطة متواجدة حاليا. هي معانا دلوقتي أحد من الأهالي. بقالهم قد إيه يا فندم بتقول؟ بقالهم بتاع ساعتين مش عارفين يطلعوا حد حكومة. ساعتين. طيب هم كام أسرة بحضرتك؟ بقول لك 19. 19. هم كانوا موجودين في المركب ولا كانوا على الجزيرة؟ والله أنا مش عارفين والله. طيب طلعوا كام شخص دلوقتي؟ بقول لك 7 كده. طلعوا 7 والبحث عن بس الباقي. الأهالي هم اللي مطلعينها، مش الحكومة اللي مطلعاها. الحكومة بقالهم ساعتين 3 مش عارفين يطلعوا حد. هو الحادثة من امتى؟ الحادثة حصلت امتى؟ الكلام ده قبل المغرب. من قبل المغرب. طب سبب يعني الغرق كان ايه؟ محدش عارف؟ والله ما عارفين. يعني زي ما احنا شايفين حاليا الاهالي متواجدة وقوات الانقاذ النهري. الاهالي في انتظار خروج باقي الجثامين. قوات الانقاذ النهري بالاضافة الى سيارات الاسعاف. يعني حاليا بعد منتصف الليل يسعفوا حد اكتر من الحكومه دي. تعمل ايه؟ المفروض يسعفوا ناس ثانيه. حضرتك كنت موجود ساعة الحادث؟ لا. في حد كان موجود ساعة الحادث في أول ما حصل؟ كل دوت ما حدش يعرف. طيب حضرتك تعرفوا حد من اللي توفوا؟ هم اهلنا دول. مين؟ يعني ناس كبار في السن ولا أطفال ولا؟ كبار واطفال. أعمارهم قد إيه؟ بقول لك ناس كبار بالسن واطفال صغيره. ستات وأطفال. طب تعرفوا أساميهم؟ لا اساميهم لا، هنجيبوا الاقرب لهم ونقول لك على بصي. شايف اللمه دي؟ دول اهلهم الاساسيين. عشان اقول لك على اساميهم. طيب حضرتك بس اوصف لنا المكان هنا. احنا في بحيره كينج ماريوت مش كده؟ بحيره كينج ماريوت. دي منطقه امام استاد برج العرب، منطقه اسمها الهواريه. الهواريه. طيب دي كده دي في هنا جزيره، هم كانوا موجودين على الجزيره؟ جزيره جوه. يعني البيانات اللي واصله حاليا ان في جزيره هم كانوا بينتقلوا من عليها مش كده برضو؟ يعني اثناء انتقالهم للجزيره للشط حصل الغرق. هم كانوا قاعدين جوه في الجزيره، وبعد ما خلصوا الاكل بتاعهم طلعوا بقى. هم بيقعدوا في المركب يعني؟ اللي بيخشوا بلانشات. يعني فتره الصيد وبيرجعوا تاني، مش اقامه كامله في لا بيقضوا يوم كده ويطلعوا. بالاطفال بالسيدات بكله بيطلع. بالسيدات بكله. يعني هي منطقه ظلام دامس حاليا في الكينج ماريوت. زي ما احنا شايفين الاهالي متواجده في انتظار خروج الضحايا. 7 جثامين حاليا تم انتشالهم من مياه بحيره الكينج ماريوت، وفي انتظار استخراج باقي الجثامين. سيارات الاسعاف في انتظار خروج الضحايا. الضحايا هم أسرة صيادين كانوا متواجدين في المركب الخاصة بهم. المركب الخاصة بهم، وأثناء عودتهم حصل انقلاب في القارب الخاص. يعني ظلام دامس. كشف شغل كشف. يعني الأهالي في انتظار استخراج الجثامين. في حد يعرف الضحايا؟ حضرتك تعرف الضحايا؟ والله بيقولوا 10 11 في السنة. حضرتك تعرفهم شخصيا ولا؟ لا قرايبنا.
كام فرد هم؟ والله لسه مش عارفين كام، بس لغايه دلوقتي اللي متوفى حوالي 11 يعني. 11. استخرجوا كام جثمان؟ هم 11 بقى. 11؟ لا 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 ثواني. لا 4 بس. 4؟ 6 جثامين تم استخراجهم؟ 6 بس. 6 ميتين. حوالي 6 مصابين. وحوالي 7 جوه لسه ما طلعوش. طيب هم كانوا ازاي في مركب واحده؟ يعني كل دول موجودين في مركب واحده؟ لا، فيهم اعمار صغيره، فيهم اعمار 5 شهور و6 شهور. طيب برضه 5 شهور كانوا متواجدين في مركب؟ كانوا متواجدين في مركب. طيب يعني اوصف لنا ازاي يعني انا ما شفتش حاجه النهارده يعني. بس انا عارف يعني الناس بتسال يعني هم النهارده الطقس كان مستقر وما كانش فيه مشكله، فسبب النصيب. كلهم كانوا موجودين في مركب واحده. المركب. نفس المركب. مركب كبيره ولا كانت صغيره؟ كبيرة. مركب يعني مش كبيره بس ما تشيلش العدد ده. العدد ده كبير عليها. يعني العدد كان اكبر من الهم. طيب اعمارهم قد ايه؟ معظمهم صغيرين. اطفال. معظمهم اطفال. تمام. طيب يعني الاهالي حاليا في انتظار استخراج الجثامين. قوات الانقاذ النهري متواجده حاليا في استخراج الجثامين المتواجده في المياه. سيارات الاسعاف في انتظار خروج الضحايا. يعني زي ما احنا موجودين حاليا في منطقه الكينج ماريوت. ظلام دامس في المنطقة، يعني في محاولة لاستخراج الجثامين. الحادث حسب شهود العيان يعني لكاميرا اليوم السابع أكدوا أن الحادث كان بعد صلاة العصر. كان من الساعة كام يا جماعة الحادث؟ حصل امتى؟ بعد المغرب، بعد صلاة المغرب حدث الواقعة، وتم إبلاغ قوات الشرطة والحماية المدنية، وحاليا يتم البحث عن الضحايا. يعني كاميرا اليوم السابع ترصد حاليا هذا الحادث المأساوي. أكثر من 13 أسرة لقوا مصرعهم حاليا في منطقة الكينج ماريوت وفي بحيرة الكينج ماريوت. الحادث كان بعد صلاة المغرب حسب يعني شهود العيان، انه كان يتواجد فيه اطفال وسيدات، يعني في اعمارهم 5 أشهر وعام، وسيدات كانوا متواجدين على مركب الصيد. سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية حاليا في انتظار استخراج الضحايا. حالة من الحزن تنتاب الأهالي في انتظار استخراج ذويهم. النقدة ضعيفة. النقدة جوه ضعيفة، بقالهم 3 ساعات مش عارفين يطلعوا حد. هو عشان بس الدنيا احنا بالليل يعني. وبالليل وايه يعني؟ بالليل ما نقول مش عارفين يطلعوا حد. النقدة ضعيفة، المفروض يستعينوا بالحكومة تجيب نقدة احسن. حضرتك يعني في اهالي قدمت استغاثات عايزة غطاسين. انا بقول لك ده الكلام ده من قبل المغرب، الحكومة لسه جاية بلاش ساعتين. الناس كلها سامعة قبل المغرب الكلام ده. في انتظار بقالهم ساعتين من قبل المغرب يتصلوا بيه، ما طلعوش حد غير دلوقتي. حتى اللي طلع خليهم يستعينوا كده، يستعجلوا يجيبوا اي حد. في غطاسين حاليا اكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي انهم سيقوموا بالبحث عن الضحايا. متبرعين سيأتوا خصيصا لبحيرة كينج ماريوت على حسب تصريحات احد الغطاسين لليوم السابع، انه سيتم التواصل مع عدد من الغطاسين للمشاركة في البحث عن الضحايا. يعني حاليا حالة من الحزن في انتظار خروج الضحايا.
كاميرا اليوم السابع متواجدة حاليا في بحيرة الكينج ماريوت. ما زالت عملية البحث مستمرة. عدد كبير من الأهالي في انتظار استخراج الجثامين. الحادث من امتى يا جماعة؟ مساء الخير. اليوم السابع، يعني الحادث من امتى؟ كان الساعة كام؟ بعد صلاة المغرب. حد يعرف الأهالي مين؟ سيدات. مساء الخير. اليوم السابع، البقاء لله اولا. يعني عايزين نعرف الحادث. احنا موجودين حاليا في بحيره ماريوت، ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل والله هم قاعدين في زردة، بيعملوا زردة، بعدين طلع باللانش بياخذوا لفه. يعني كانوا في رحله صيد يعني؟ لا مش صيد، لا. امال ايه؟ لا زردة كده بيعملوا ايه؟ بيعملوا زردة، احنا نقول عليها زردة، بيعملوا فسحه مش صيد. لا مش صيد. في داخل في خبط في حجره في البحيره. المركب خبط في حجر. حاجه. في فرقعت، انقلبت بيهم بقى. هم كانوا موجودين كم حد؟ كم فرد كان على المركب؟ والله من 13 17 ما انا عارف. حضرتك تعرفهم كويس؟ يا العم ولاد عمك. اساميهم ايه؟ في سيدات كام؟ في سيدات 3 اللي ماتوا. 3 سيدات معهم 3 اطفال صغيرين قادروا. وفي 6 حاليا جوه الميه. والرجال كانوا قد ايه؟ لا كلهم يعني ما فيهمش رجاله كبير، يعني كلهم حريم ومعهم واحد كبير هو بس اللي هو بيسوق بيهم يعني الرحله كانت معظمها كانت سيدات واطفال صغيرين. يعني ما كانوا بيصطادوا ولا كانوا في رحله؟ لا رحله كده مش صيد، لا. زرد، بيعملوا على زرد، بيتفسحوا فسحه. بيعملوا طبعا اي حل، بيطبخوا بره وبتاع، وبياكلوا بره وبتاع ونبقى. يعني المنطقه دي دايما بيطلعوا فيها رحلات صيد؟ لا صيد، لا. رحلات فسح بس. دي اللي حصل. صيد ما عندناش صيد هنا. ما فيش صيد. احنا صيد هنا ما عندناش صيد. لا ما عندناش صيد. واولا وثانيا احنا ربنا ما يحرمناش، يعني ربنا يخلينا الحكومه جت على طول. تمام. ومدي كل الحكومه وكلهم شغالين، وربنا ما يحرمنا منهم ابدا. المحافظ جه، كل الدنيا جت، الاسام، مدير الامن، الدنيا كلها جت وغطت. الاجهزه الامنيه والتنفيذيه موجوده حاليا، منزلين غطاسين ومنزلين لانشات وعاملين اللي هم ربنا ما يحرمنا منهم ابدا. اعضاء مجلس النواب. هنا. تمام. من ناحيه الحكومه شغاله بما يرضي الله ورسوله، وجم من ساعتها. واي حد يقول لك جم ما جوش من ساعتين ومن ساعه والكلام ده، لا. من ساعه ما حصل الموضوع الحكومه جت على طول، بعد المغرب، وجت الحكومه على طول، وربنا ما يحرمنا منها ابدا 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 ابدا. بعد المغرب، الحادث كان بعد المغرب. تمام. بعد المغرب. طيب تم استخراج كم جثمان من المياه تقريبا؟ هم والله في مستشفى الأمرية حاليا، في مستشفى الأمرية. 9 جثامين. في مصابين وفي مصابين. كانوا حوالي كم فرد على يعني ممكن 17 كلهم كانوا في الشغل يا أبلة. كلهم كانوا في الشغل. احنا كنا محلات في العمرية. كلنا كنا في محلات في العمرية. ناس كبير. وجينا هنا على اتصال تليفوني. قالوا لكم ان اهلنا برضه، اهلنا والناس دي كلها اهلنا اللي واقفه دي. وان شاء الله ربنا خير ان شاء الله. مفيش اي حاجه بالنسبه للامن كله واقف. ان شاء الله. واللي قضى ابو رجال ان شاء الله. يعني زي ما احنا شايفين حاليا الاهالي، كافه الاهالي في انتظار خروج الجثامين. كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية متواجدة حاليا في بحيرة الكينج ماريوت، يعني في انتظار خروج باقي الجثامين. كافة الجهود حاليا لاستخراج باقي الجثامين. يعني على حسب رؤية شهود العيان أن المركب هي مركب كانت يعني أو الضحايا كانوا في فسحة بعد المغرب، وارتطمت المركب في حجر. مظبوط، ارتطمت المركب في حجر، ويعني يعني تسببت في غرق المركب تماما. يعني معظم المتواجدين في المركب كانوا سيدات وأطفال، كانوا في فسحة على المركب.
المكان ده دايما متعودين ان هم يطلعوا فيه فسحه؟ يطلعوا فيه بيطلعوا فيه بيعملوا زردات كده فسح. متعودين معنى ان هي فسحه. طعام بيعملوا طعام يعني بياكلوا مع اكلهم بيصطحبوا معاهم الحريم عشان بيطبخوا لهم وبتاع. يعني بيطلعوا كده يعني تملي بيطلعوا على طول. اول مره تحصل الكارثه دي. اول مره تحصل. طب المركب هي مركب صيد يعني مركب؟ لا فسح كده مخصصه؟ لا فسح كده فسح. شكل المركب ايه؟ لانش بماتور لانش. البقاء لله. حياتك الباقيه حياتك الباقيه. مشاهدي اليوم السابع، يعني احنا موجودين حاليا في بحيرة الكينج ماريوت. صوري فايش يا جماعه اسمكم. اكتب لهم اقفل اللايف وماشي. يعني زي ما احنا شايفين الاهالي. مين يا فندم؟ اطفال؟ في كمان اطفال معاهم. كم طفل؟ الله اعلم. 6. بتاع 6 اطفال. مين ده؟ خليك معاه عبد. هو من هيتو هو الدنيا بتاع 5 موتى هذول لك الدنيا هذول لك ضايع. ان شاء الله. عايزه اروح عند الاضاءه هناك بعد اذنكم. يا جماعه اللي قلبت الدنيا كلها بس. بكفي. هل الاجهزه يعني المحافظ موجود دلوقتي ولا؟ لا مش اللي هو محمد الشريف كان متواجد في مكان الحادث حسب رؤيه شهود العيان. ومستشفى العمريه كم شخص راح المستشفى العمريه؟ راحوا 9. 10 مصابين؟ لا 5 موت و3 مصابين. 9 راح. طيب يعني هل بلغتوا مثلا دفن الجثامين هتبقى امتى ولا لسه مش عارفين حاجه؟ لا لسه مش عارفين. بقى الاجراءات ولسه لما يطلعوا اللي جوه في الميه لسه في ناس في الميه. المنطقه دي تحديدا اسمها ايه؟ مطاريد بحري. مطاريد بحري؟ منطقه مطاريد بحري في الكينج ماريوت. يعني زي ما احنا شايفين كاميرا اليوم السابع يعني كانت حريصة على التواجد في مكان الحادث فور وقوعه فور الإبلاغ عنه. الضحايا حسب رؤية شهود العيان كانوا متواجدين في رحلة وتناول الطعام داخل اللانش، وارتطم بأحد الصخور ويعني غرق في الحال. أهالي الضحايا متواجدين كانوا يعني من كافة أرجاء العمرية والكينج ماريوت متواجدين حاليا في انتظار خروج ذويهم. منطقة الكينج ماريوت بالاسكندرية. يا عرب اعطوها فرصة بس تتحرك في رعاية والله عيب يا عرب عيب معزة اتفرج عليك الله معزة. يعني زي ما احنا شايفين الاهالي متواجدين في انتظار خروج الجثامين. كاميرا اليوم السابع حريصة على التواجد في المكان فور وقوع الحادث.
الله يقويك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. يشكر الله يشكر. وحضرتك التصوير بتاعك جت في ايه؟ يوم السبت. لا يوم السبت بيطلع جريدة صح يا جريدة. كيف يعني؟ جريدة. في كم سيارة إسعاف جت لحد دلوقتي؟ حد يعرف؟ في سيارات اسعاف جوه. كم سيارة جت؟ جو أكثر من 17 سيارة. 19 سيارة؟ لا بتاع 17 18 سيارة سير. أقرب مستشفى ليكوا هنا إيه؟ العمرية. العمرية العامة. هو دايما متعودين المكان هنا بيطلعوا فسح منه؟ بيطلعوا فسح على طول. زمان الناس تيجي تطلع فسح عادي. مدة الفسحة قد إيه يعني؟ بتبقى يوم كامل ولا يوم بتبقى مثلا نص اليوم كده من بعد الدور كده على طول. او قبل المغرب بيمشوا بس هم بعد الظهر كده عادي. من بعد صلاة الظهر؟ يعني هم كانوا في نهاية الرحلة. كانوا في نهاية الرحلة وبيلفوا لفة كده عشان يطلعوا يروحوا. عملوا بص لما عملوا الطعام. هم بيعملوا الطعام في البيت ولا بيعملوا؟ لا بيعملوه برا على النار. لما عملوا الطعام دخلوا بياخذوا لهم لفه بقى كده بعد ما خلصوا نهايه الزردة بقى، في نهايه الطعام بقى بعد ما اكلوا يطلعوا يروحوا. بيطلعوا بياخذوا لهم لفه كده باللانش. طبعا الحريم والعيال وبتاع يقولوا عايزين يتفسحوا جوه شويه. يعني اهالي الكينج مريوط اقرب مكان للفسحه ليهم هنا منطقه الكينج مريوط، بحيره الكينج مريوط، فمتعودين ان هم يروحوا فسحه في هذا المكان بشكل دايم. الرحله بتبقى من بعد صلاه الظهر. بعد صلاه الظهر لحد يعني قبل غروب الشمس. لا لغايه غروب الشمس. بعد كده مفيش رحلات بتطلع علشان بتبقى بمقابل قد ايه؟ بفلوس بتدفع؟ لا كده عائلات هم اصحاب البيوت طبعا بيجيبوا الفسحه بتاعتهم الحاجه بتاعتهم وبينزلوا. بياخذوا لهم ساعه ساعتين ثلاثه 4 بعد الغروب يروحوا. قبل المغرب بيمشوا. يعني وين كلم واحد عاوزه. يعني زي ما احنا شايفين. لا ما بعد. حاليا المحافظ اللواء محمد الشريف كان متواجد في المكان وتوجه إلى مستشفى العمرية العام. فين طيب الغطاسين؟ طيب غطاس جام الساحل. في غطاسين. كم غطاس؟ هو غطاس واحد اللي نزل من الساحل. من الساحل اهالي كمان مش حكومه. عملي نداء نتلنا غواصين ينزلوا بدل ما الاهالي يعني بيطالبوا بوجود غطاسين للمشاركه في البحث عن جثث. الاهالي نزلت بنفسها. عملنا نداء من المغرب عشان الغواصين. فهم عايزين غواصين ما فيش حد جه. تمام. الغواصين كلها من الاهالي من هنا. تمام. ما فيش الا غطاس واحد اللي نزل. غطاس واحد اللي نزل والباقي لسه جاي بتاع 2 بس لسه عايزين لبس. غطاس واحد نزل تحت. هو واحد اللي نزل. في اسعافات ياما واللي نزل ثاني بس ما فيش حد نزل تحت خالص. برضك احكي يا عرب. يعني احنا عايزين غطاسين. عربيه اناره تنور المكان. الاهالي بيطالبوا يعني هذا سياره اناره يعني حي العمريه لاضاءه المكان لمساعده الغطاسين السكه بس كده شويه بس. سياره اناره تنور المكان بس ده المطلوب. شفت المكان مفيش اي اضاءه لمساعده الغطاسين في البحث عن الناس كلها اساسا تدور بس ده المطلوب. ويعني برضو في مناشدات بوجود غطاسين لمشاركة في البحث عن الجثامين. وفي غطاسين عامة بس عاوزين غطاسين تاني.
اللي هنا الكم اللي هنا ما يكفيش، الكم اللي هنا في الغطاسين ما يكفيش. غطاس واحد بس الساحل الشمالي، هو غطاس واحد لغايه دلوقتي، غطاس واحد نزل من الساحل الشمالي. هو غطاس واحد من الساحل الشمالي، اهالي اللي نزل لغايه دلوقتي بس 17 سنه ولا 18 سنه صغير. هو جاي يتخير يعني. في عدد من الغطاسين حاليا يعني بيطالبوا بالتجمع في هذا المكان للبحث عن الضحايا. وفي ناس من مرسى مطروح هنا بس عايزين لبس عشان ينزلوا بيه. والله صح طيارة. ايوه العمق هنا قد ايه يا جماعه؟ 3 متر. لا بتاع 4 5 3 ل 4 3 ل 4 بتاع 5 بتاع 5 متر اكثر كمان بتاع 10 متر 5 متر. صعب التواجد يعني صعب وسعوا له ورا شوي يا جماعه، وسعوا له لما وسعوا له يعرفوا شوي يردوا. دايما بيحصل حوادث هنا غرق ولا اول مره بيحصل؟ اول مره تحصل. حصل قبل كده؟ 10 مرة دي حصل قبل كده؟ 10 مرة. صح فعلا. احكي في قبل كده في 6 في 3 سبب الغرق كان برضه نفس الموضوع، نفس الحاجه زرده برضه، طالعين زرده برضه يعني بيخبطوا برضه في الصخر. نفس الكلام. نفس الحادث يعني اللانشات مش مجهزه مش مجهزه اساسا هي شغال بابايا مش مجهزه مين يا جماعه يتكلم عشان تستغاثه يا عبد. عايزين استغاثه من ساعه ما جت القوات هنا ودلوقتي ما فيش ولا. احنا طلعنا 8 من ساعه ما جت الحكومه وقفلت المكان، ما فيش ولا واحد طلع نهائي. كل اللي طلع ده الاهالي اللي مطلعاه. هم لو سيبوا الاهالي دلوقتي يشغلوا الكشافات وينزل ده وينزل ده الناس هتطلع. طالبين عربيه اضاءه للمكان لو سمحت يا استاذه، طالبين عربيه تنور المكان. بالنسبه للحكومه هنا بسم الله ما شاء الله ما فيش تغطيه خالص ولا في اي حاجه، ماشي ومقصرين في كل شيء. المحافظ هنا وكله هنا ما حدش بيعمل اي حاجه خالص. يعني الاهالي بيطالبوا يعني استغاثه للمشاركه من الغطاسين. طالبين كشافيات وعايزين لانشات حس ان هم خايفين حتى لو في حد جوه حي اكيد مات جوه. ما فيش الا لانش واحد خلي بالك. بالوقت اللي هو قاعد جوه الدنيا تلج، احنا بره هنا هنموت بالساعه. ما فيش الا حد واحد جوه قاعد في الجزيره اكيد مات. تمام. يعني نذكر المشاهدين اليوم السابع اللي جابوه الحكومه لانش واحد وباي. احنا جبنا 5. نذكر نذكر مشاهدي اليوم السابع احنا موجودين حاليا في منطقة الكينج ماريوت للبحث عن الضحايا حادث غرق، حادث إنساني يعني غرق أكثر من 18 شخص في هذا المكان. غرق أكثر من 18 شخص. ما زال جاري البحث عن باقي الضحايا والجثامين. خلينا في النور هنا بس عشان جاري البحث عن الجثامين والضحايا حاليا في منطقة الكينج ماريوت. يعني كان هذه تغطية لكاميرا اليوم السابع حاليا في منطقة الكينج ماريوت. غرق أكثر من 19 شخص في هذا المكان، كانوا في رحلة يعني فسحة في بحيرة الكينج ماريوت، وارتطمت المركب أو اللانش في حاجز صخري وغرق اللانش بالكامل. معظم المواطنين اللي كانوا فيه كانوا أطفال وسيدات. يعني كانت هذه تغطية لهذا الحادث والكارثة الإنسانية الموجودة حاليا في منطقة الكينج ماريوت. كنت معكم أنا أسماء بدر، شكرا لكم وجاري المتابعة في الساعات القادمة.